وصالح هذا الوطن. نحن مع كل فعل، وننشد العقل والرشاد من كل صادق مع شعبه وأمين على صالح وطنه. أعزائي، الإعلام فاعل ومفعول به حين نرغب في نقله من قلب الجملة ليكون متهما. الإعلام مضاف إلى قدرة هذا الوطن. الإعلام هو حال جملة الفعل على هذا الوطن. الإعلام يقدم الصفة والنعت لكل فعل على هذه الأرض. قدر صدق الإعلام يكون قدر صدق الصفة التي تتبع الموصوف، ويكون قدر دقة الحال الذي يصف حال الوطن، وقدر دقة الفعل يكون التعبير عنه في متن الجملة. أما أن يكون مفعول به فهذا ربما ينقص من قوة الفعل على هذه الأرض وعلى صفحة هذا الوطن المفدى مصر بعد ثورة مجيدة 25 من يناير، وإن تجددت ظواهرها وموجاتها كما نشهد الآن. الدكتورة أسماء الجيوشي، مدرس الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. وجه بارز نعتز به. ميرسي يا فندم، أنا ليا الشرف أن أنا أكون في القناة الإسكندرية الجميلة، وأحب تأكيدا على كلام حضرتك، الإعلام بالنسبة لي هو كمان المبتدأ والخبر. المبتدأ لما بتبدأ بيه ثورة حقيقية، والخبر لما بنعيد فيه ذكرى الثورة الحقيقية. جميل. لكن ربما يعني اسمية الجملة لم تكن هي المشكلة. هي المشكلة بتكون حين نذكر أن الإعلام فاعل فيصبح متهم، هو الذي يصنع الحدث، وهو ليس بذلك. هو ربما ينضج رأيا حول قضية. الإعلام جملة اسمية وجملة فعلية. الله. الإعلام جملة اسمية لما بيبقى فيه انتماء للوطن، لما بيبقى فيه إعلام وطني فاعل. الإعلام بيبقى جملة فعلية لما بيحرك مشاعر الناس تجاه هذا الانتماء، لما بيأسس فيهم معنى فدا الوطن، لما أبقى النهاردة شهيد علشان بكرة أقدر الجيل اللي بعد يتنفس الحرية. المواطن في المرحلة الحالية اللي احنا فيها دلوقتي، واللي مصر فيها على أعتاب دنيا جميلة، دنيا جديدة حتى بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كانت بدايتها زي بدايات الربيع، كلها أمطار وكلها سحب غائمة، إلا أن في بعدها على طول تتفتح الزهور. ثورة 25 يناير المجيدة اللي روت بدماء شهدائنا الزكية، واللي كان 90 مليون مواطن على استعداد تام ان هو يفدي الوطن بروحه وبدمه، كلنا كان في سبيل ان نتنفس نسائم الحرية. عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة، مبادئ أساسية للثورة السلمية. صحيح. معنى أنها ثورة سلمية أي أنها تحافظ في أولها وفي وسطها وفي آخرها على كرامة الإنسان. كرامة الإنسان المصري بدأت من حيث انتهى الآخرون. بدأت من أنه أصبح احتياجه الأول والأساسي للحرية مثل احتياجه للماء والهواء ولرغيف الخبز، لأنه عندما توجد حرية توجد كرامة، يوجد إنسان فاعل ومؤثر في هذا المجتمع. عندما توجد حرية يصبح قرارنا بأيدينا وليس بأيدي الآخرين، يصبح أكثر ما لدينا هو وطننا، هو انتمائنا لهذا الوطن. عندما توجد لدينا الحرية يصبح الفعل ورد الفعل في منتهى السلمية، لأن من يملك حريته يملك قوت يومه، ولأن من يملك حريته يملك قراره، ولا يمكن إطلاقا لإنسان عاقل يملك قراره أن يودي بنفسه إلى التهلكة. لأن عندما تكون الفعل ورد الفعل في أيدي حكيمة، في أيدي سلمية قامت من أجلها ثورة 25 يناير، ونحن الآن في ظل أحداث بكل أسف يبدو أنها لا تعيد هذه الثورة ولا تحتفل بها، ولكنها تؤكد على استمرار مبادئها. ربما اختلف الشعار، ربما اختلفت الآلية واختلف الواقع، وأصبحنا الآن أمام أحداث خارجة عن الإرادة، ولكنها إطلاقا ليست خارجة عن الوطن.
كل فرد في هذا الوطن حريص بالفعل على أن يحقق هذه المبادئ الأساسية لثورة 25 يناير. لكن اسمحي لي دكتورة، يعني الإعلام هنا تمام. في تارة ننظر إليه ونحن ربما حديث عهد بأن يكون هناك تعدد لوجهات النظر في المجتمع، بل وتعدد لمنابر السياسة والساسة. فهناك من يدعو على ذمة عقيدة معينة، عقيدة من عقائد السياسة، يعني الفعل والأفعال والتراتب، وهناك غيره، هذه الأطراف، ولكل رافد إعلامي. تمام. هذا أولا، هذا يعني أن الإعلام له دور أساسي ومؤثر وفاعل في المجتمع وليس مفعولا به. ثانيا، أن الإعلام له دور قوي تجاه هذه الفصائل، ويمكن أن يبرز وجهة نظرها ويجعلها مؤثرة في الشارع المصري. ولكن عندما يكون الإعلام فقط داعيا لحرب نفسية من هذه الفصائل لكي تصل إلى الشعب المصري في محاولة من النوع من الدعاية، وليس الإعلام الحر النزيه الذي يقوم على النظريات الأساسية للإعلام المحايد. ليس معنى الإعلام المحايد أن يكون إعلاما بلا هوية، ولكنه أن يكون إعلاما ينقل جميع وجهات النظر، ليس وجهة نظر يدافع عنها حتى الاستماتة، ليس به تداخل وازدواجية في الأدوار الإعلامية، مما يعني أنني كإعلامي لي خلفية تاريخية أو خلفية سياسية أو خلفية حزبية، فبالتالي أنا بوق لهذه السياسة الإعلامية التي أنتمي إليها. الإعلام عندما يكون محايدا فهو يعبر عن الوطن. نحن الآن في هذه المرحلة التي تجعل الإعلام فقط من أجل الوطن، وفقط ما يحتاجه الوطن وليس ما يحتاجه الآخرين. كان دائما معلمي الابتدائي كانوا يعني يرون أن عندما تكون هناك بعض الأفكار الشخصية سيكون هناك صراعات داخل الفصل، وهو نموذج مصغر للمجتمع كله. عندما أكون أنا صاحب انتماء لقريتي أو لعيلتي أو لطبقة اجتماعية معينة، فبالتالي أنا أعلي مصلحة هذه الطبقة على مصلحة الوجود العام ككل. في هذه الحالة الكيان يتمزق. نحن في أبعد ما يكون أن يكون الإعلام هو هذا الطرف أو هذا السلاح الذي يمكن أن يتمزق به الوطن. الإعلام أربأ به تماما على أن يكون هذا الطرف المؤثر، ولكن المؤثر في الضلال، المؤثر للدمار، المؤثر لانتهاء الكيان الفعلي والحقيقي لهذا الوطن. اسمعي يا دكتور، احنا عندنا شقين من الاعلام. عندنا اعلام الدوله ممثل في يعني عشان بس نقرب الصوره، حضرتك قلتي امر شديد الاهميه محتاج نضرب له امثله. الاعلام الاراده الشعبيه هو الذي يجب ان يكون له الرؤيه المستقبليه وليست الرؤيه الحاليه. بمعنى ثورة 25 يناير عندما قامت من أجل تأسيس الشرعية الشعبية. فعندما يكون الإعلام قائم على مصلحة الأفراد القائمين على المؤسسة، يعني من يملكون إدارة المؤسسة الإعلامية أو من يملكون تأسيس هذه المؤسسة الإعلامية، ففي هذه الحالة سوف يكون الإعلام مسيس تماما كالصحيفة التي تتبع سياسة تحريرية معينة تقوم بتبرير كل ما يمكن تبريره، سواء لحزب أو لنظام حاكم أو لجماعة أو لفئة معارضة أو حتى لأفعال يعني لا يمكن أو لجماعة مصالح تبريرها. فبالتالي عندما أتبع مؤسسة تقوم بالتمويل أو تقوم بالتسييس، يعني في بعض الأوقات كان الإعلام الحكومي وفي بداية الثورة تحديدا كان الإعلام مسيسا من جهات سيادية، فبالتالي كان نقل الأحداث عن الثورة على أنه مثير الشغب. بعد ذلك عندما أصبح للثورة نورا ساطعا، ونحن في عصر سماوات مفتوحة، فنحن لا ننقل من خلال غرفة مغلقة لشعب ضيق الأفق لا يستطيع أن ينظر إلى الحقائق بعيدا عن هذه الوسائل الحكومية أو حتى الوسائل الإعلامية الخاصة. معنى أننا نقوم بهذه المقارنة وأن هناك إعلاما حكوميا يقوم بالتسييس في فترة ما، أو إعلاما خاصا يقوم بالتمويل والضغط، ونضع بين قوسين الضغط لأن التمويل يساوي الضغط على الرأي العام، فبالتالي نحن نجعل المواطن المصري ينفر بعيدا عن كل هذه الوسائل الإعلامية ويسقط ضحية لكل القنوات المفتوحة العالمية العربية المغرضة غير المسيسة من الحكومة المصرية ولكنها مسيسة من حكومتها. فبالتالي يقع
الإعلام المصري فريسة، لأنه أصبح هو من أفعل هذا الدمار في المواطن المصري. دكتورة اسمحي لي، يعني اللحظة اللي احنا فيها دور الإعلام فيها إيه؟ احنا شهدنا 25 يناير بأداءات إعلامية أجرمت في حق هذا الوطن لتلفزيون الشعب الذي أنتمي إليه، وأقر بما الحمد لله وكنت بريئا من ذلك، يمكن هذه القناة كاملة بحمد الله. لكن يعني هذه مرحلة أدى فيها الإعلام الذي كان إعلام حكومي في هذه اللحظة واستعاده الشعب أداء سيء للغاية. لكن بعد ذلك في لحظة إنضاج الثورة المطلوب من الروافد الإعلامية، سواء إعلام شعبي، إعلام الدولة، إعلام الشعب، أو الإعلام الخاص، نحاول فعلا دورنا أن نجعله ونتمنى أن يكون متحولا من كونه إعلاما للحكومة أو إعلاما للدولة أو بوقا للسلطة، أن يتحول إلى إرادة شعبية، أن يكون دوره الأول والأخير لصالح الوطن. جميل. بمعنى أنه عندما تكون هناك فصائل متناحرة على مصالح خاصة، لابد أن يكون مصلحة الوطن هي الأولى. ننقل وجهات النظر التي لا تخرب ووجهات النظر التي تحاول أن تفسر. الرأي ليس حكرا على جهة معينة وليس ملكا لأحد، وبالتالي عندما يكون الإعلام نظريا فقط على الورق فإنه يستطيع أن ينقل العلم الذي يمكن أن يكون به الإنسان المصري فاهما لما يحدث على أرض الواقع. دور الإعلام أو الإعلاميين الشرفاء في هذه المرحلة أن يتم نقل هذا الإعلام على أرض الواقع، بمعنى أنه يلتزم الحيادية، يتحرى المصداقية، ينتقي الدقة في كل ما يريد أن ينقله إلى الجمهور، محاولا. دكتور، يمكن هنا مفرد الحيادية نفسه أصبح حديثا من أحاديث ربما يخوف بها، يظلم بها الإعلام أكثر من يمكن كلمة الموضوعية اليوم بقت هي في أدبيات الإعلام والنظرية، يعني أصبحت كلمة الموضوعية ربما هي الكلمة الأرجح أو التي نحن في حاجة إليها. هي الموضوعية والحيادية الاثنين بيؤدوا نفس المعنى، لكن شتان يا دكتورة ما بين يعني ما يعني حيادية توحي أدرك أن الأداء، لكن أن لا مذاق لها ولا إنما أظن أن اللحظة قد تجاوزت بالموضوعية والمهنية. هو ده الفرق بين الواقع والتطبيق العملي للنظريات الإعلامية. عندما أقول حيادية في مسمانا العلمي فإنها ليست كلمة غريبة ويمكن تطبيقها بمنتهى البساطة كما يحدث في الأبحاث العلمية، لكن أن ننقلها على أرض الواقع فهي تسمى الموضوعية. صحيح. أنا أرجو من كل إعلامي أن يراعي مسألة التوازن في الأداء. كنا ندرس للطلبة في محاضراتنا الإعلامية أن الإعلامي هو جزء منه ممثل بمعنى أنه يعني لا يمثل على الشعب، ولكنه ممثل يستطيع أن ينقل رؤية درامية للأداء الإعلامي للمواطن. فعندما يكون هناك حالة محزنة هي تنقل من خلال تعبيرات الإعلامي ومن خلال رؤيته لهذا الحدث. وهذه موضوعية وليست حيادية. لا، هذه الحيادية احنا هما الاثنين وجهين لعملة واحدة. بمعنى الحيادية أنا لا أنتمي ولا أنجرف وراء تيار معين، أنا أنقل جميع الأطراف وجميع وجهات النظر، لأنني لست طرفا في الصراع. صحيح. الإعلامي مهما كانت انتماءاته ومهما كانت القناة أو الصحيفة التي ينتمي إليها أو ينقل عن طريقها رؤيته الإعلامية، هو في البداية وفي النهاية هو ليس تابع لها. الإعلامي الشريف لا يتحول من فرد له رأي مؤثر إلى رقم في مؤسسة إعلامية. يوم أن يحدث ذلك، عندما تتحول كإعلامي إلى مجرد رقم في مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مقروءة، فتأكد أن الإعلامي فقد احترامه لذاته، فقد مصداقيته لدى أرضية الشارع المصري، وفقد أهم ما يملك، فقد شرفه الإعلامي. لأن الشرف الإعلامي يعني أن تكون أمينا على مصلحة الوطن، أمينا على مصلحة المواطن، قبل أن تكون مؤسسا لمصلحة من تتبعه أيا كان، أو بمعنى أصح من يملك أن يدفع لك. لأن الأوطان لا تبنى هكذا، الأوطان تبنى بالانتماء. رقم واحد في الانتماء أن تحافظ على أمن دولتك،
أن تحافظ على الشارع المصري، لأن الشارع المصري هو الفاعل الحقيقي، وهو من يدفع لكل مؤسسات الدولة، هو دافع الضرائب، وهو الحافظ للأمن بعد الله سبحانه وتعالى. مسألة مؤسسات الدولة التي تحمي أو تؤسس للأمن المصري هي في الحقيقة تحاول أن تحافظ على السياج العام الذي يدعمه المواطن. عندما يكون الإعلام مهيج للرأي العام أو دافعا لأغراض شخصية أو لأغراض تمويلية أو لأغراض مؤسسية لهذا الشارع المصري لكي يكون في حالة من الهياج والدمار أو العكس أيضا، الغضب، مثبطا لهمم الوطن والمواطن في أحيان كثيرة، وهذا عشناه عقودا. عندما يكون السبب الأساسي في الاكتئاب المصري أني أتفرج على نشرة أخبار، عندما يكون السبب الأساسي في بعض المحاولات الفردية للانتحار أو للإشعال أو للتخريب، كل هذا أن يكون السبب الأساسي فيه بعض الأخبار الملوثة، اسمح لي، هذا نوع جديد من التلوث، التلوث الفكري، التلوث الإعلامي. عندما أشعر بأنني أداة للدمار في الشارع المصري، عندما أحاول أن أخرب كل العقول التي تستقي هذه المعلومات مني، لما أصل بمرحلة أني أفقد مصداقية وثقة الوسائل التقليدية اللي كانت يعني المصريين بالخارج يرفضوا استقاء مصادر أخبارهم من وكالات الأنباء العالمية، في محاولة منهم لاستقاء هذه الأخبار من داخل المصادر الرسمية ومن داخل المؤسسات الإعلامية المحترمة. وده امتحان في حد ذاته، وبإذن الله تنجح، واسمح لي، لأن أنا يعني دائما في الحياد الإعلامي وفي الحياد العلمي لابد أن ننقل جانبي الحقيقة. في كل هذا الضباب وفي المرحلة التي نحن بها حاليا لابد أن نوجه تحية عرفان وشكر وتقدير للقنوات الإقليمية، وعلى رأسها قناة القنال، قناة طبعا. القاهرة، قناة الإسكندرية، لأن عندما يكون هناك قناة عربية تقف على جانب الطريق ليلا بعيدة بكيلومترات عن موقع الحدث وتدعي أنها تغطي تغطية حية لما يحدث في مصر الآن، وتحاول أن تكتسب بكل هذا التزييف الإعلامي رؤية غير مطابقة للواقع، الصورة تغني عن ألف كلمة. عندما يصبح لدينا شهداء إعلاميين من الوطن المصري ومن الجنسية المصرية تتقاضى القليل والقليل جدا في سبيل أنها تضحي بأرواحها وبحياتها وتنقل لنا من قلب الحدث حقيقة، لأننا نرى بأعيننا ذلك ولا نسمعه، لا عبر ساتلايت ولا عبر موبايل ولا عبر وجهات نظر في استوديوهات مغلقة لا ترتقي إلى مستوى الحدث. ولكن عندما تكون القنوات العربية، القنوات الخاصة، تستعين بهذا المجهود، ولابد أن يكون هناك حقوق للملكية الفكرية للقنوات الإقليمية التي بالفعل لابد أن نرفع لها كل تحية وإجلال، لأنها معنا لحظة بلحظة ليلا ونهارا، وهذا هو الامتحان الحقيقي الذي كانت به القنوات الإقليمية في هذه المرحلة. دكتورة هنا لازم يعني من باب يعني بس يعني ليس الحديث عن القنوات المحلية، وأحييك كثيرا على كلمات الإطراء اللي أظنها وأزعم أنها موضوعية وعلمية وأكاديمية للإعلام الإقليمي المصري ككل، اللي القناة الخامسة اسكندرية واحد منه، ده شيء أشكرك عليه. وكان شيء مشرف تغطية القناة الرابعة بالأمس القريب الإسماعيلية لمظاهرات الشهداء والجنائز، حتى وإن كان ما يقال إسقاط النظام أو ما هو أبعد من هذا حتى يقال كان هذا ينقل عبر الهواء مباشرة. العيني وقناة الدلتا الأحداث المنصورة وأحداث المحلة، ده شيء نحييك عليه يا دكتورة، لكن كي لا يظن المشاهد أننا بصدد يعني واضح من خلاله لكن الحمد لله بنسعى يا دكتور نقل قنوات أخرى عندما ونحن أضعف الساعين وأقلهم يعني أكبر دليل على نجاحهم سعي القنوات العربية والخاصة المصرية للنقل عنهم. في بعض الأحيان كانت تنقل بمنتهى يعني بنسميها منتهى الإيجابية عندما تنشر الأخبار مع شارة القناة، أو عندما تستعين ببعض الأجزاء أو ببعض المراسلين الموجودين من أبناء صحيح. هذه القنوات صحيح. وبالتالي عندما يكون هناك بعض الآراء التي تحاول أن تقلل من قيمة هذه القنوات الإقليمية في هذه المرحلة الحرجة، لابد أن نعيد مرة أخرى للأذهان قيمة هذه القنوات
بمعنى أنها ليست تتبع الإدارات المحلية وليست لها قيمة كما يشاع في بعض الأوساط، ولكنها هي الأقرب للحدث، لأن الهدف الحقيقي من إنشاء هذه القنوات هي أن تكون أقرب للحدث من القنوات العامة أو من القنوات الأكثر شمولية اللي هي القنوات التي تحاول أن تغطي الوطن بأكمله. مسألة التخصص في كل فروع العلم وليس في الإعلام فقط أصبحت هي الأكثر إفادة لكل من يتعامل من جمهور لهذا الوطن الكريم، لأن عندما أقول وطن كريم هذا ليس صفة ولكنها حقيقة. وطننا عندما يعني كانت هناك بعض الأحداث على مدى التاريخ وأقربها أحداث سوريا حاليا كانت هي الأكثر استضافة والأكثر كرما مع الإخوة الأشقاء السوريين، كانت كذلك رغم ضيق الحال وصعوبة العيش وأهلا بهم، ونتمنى أن يقيلهم المولى سبحانه وتعالى من عثرتهم هذه على خير بإذن الله قريبا بتحرير سوريا بإذن الله وانتصار الثورة السورية المجيدة، لأني أنا بعتبرها أن هي استمرار للثورة المصرية، ورغم كل الأحداث اللي بتمر بها مصر حاليا إلا أن هي كانت الشرارة الأولى في الوطن العربي بعد تونس، استلهمت منها كل الحضارات. دكتورة يعني الإعلام في اللحظة دي له قدرة أن يرفع حيز الإحباط الجماهيري. يعني اسمحي لي، الثورات هي أكثر الأفعال الرومانسية في تاريخ الأوطان، فتذهب بسقف الطموح بعيدا بغير أعمدة، تذهب به إلى عنان السماء. شعب لديه طموحات رائعة، كيف يؤدي الإعلام إلى أن نمسك بنجوم هذا الطموح ونجعلها ماثلة على الواقع؟ إذا ما كان للإعلام في هذا السياق قدرة فكيف يكون؟ هل بتشيري للإعلام الإقليمي بأنه أدى أداء؟ الحمد لله، نشكر شهادتك ونشكر واقع الحال والمشاهدين اللي دعمنا قبل حتى الدولة وقبل أي أجهزة. المشاهد هو اللي دعمنا، هو اللي بيتفرج علينا. أسس الأسس الرومانسية فعلا، جميل، لكن كيف نستفيد من كل هذا الزخم إعلاما وطموحا غادر إلى عنان السماء؟ أول بشرى من بشائر الثورة المجيدة كانت في الإعلام، من خلال الدراما، من خلال البرامج، من خلال الأصوات الداعية لكل فئات الشعب لتحرير هذا الوطن من الطغيان والاستبداد والفساد الذي مر علينا أعواما طويلة جدا. مسألة امشي جنب الحيط انتهت. مسألة ان كل فرد في الإعلام المصري بيحاول أن يؤسس إلى دولة جديدة، ده أصبح مش حلم، ده أصبح أحلى من الواقع. الأحداث اللي احنا فيها حاليا واللي الإعلام متهم فيها هي في واقع الحال تؤسس لهذه الرومانسية، وإن كانت في بعض الأحيان تنتهي ببعض الأفعال التراجيدية أو الأفعال القاتمة. الإعلام في هذه المرحلة هو نوع من الحلم الجميل، ولكنه في نفس الوقت هو واقع أجمل من هذا الحلم. بمعنى عندما يكون الإعلام دافعا لرغبة شعبية حقيقية وإرادة دافعة لنجاة هذا الوطن من كل من أفسدوا الحياة السياسية والحياة الاجتماعية وأغرقوا الحياة الاقتصادية بكل أطماعهم وبكل ما سلبوه من هذا الوطن، إلى أن بعض الرؤى المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية ما زالت مستشرقة في هذا المستقبل الجميل، معناه أننا لا نحاول إطلاقا أن نمعق بوم الماضي. لا يمكن على الإطلاق أن يكون لنا رؤية مستقبلية ونحن ما زلنا متعلقين بأغلال ما حدث وما أخذ وما سلب وما نهب وما سرق إلى آخره. صحيح. وأن كل ما مع الإقرار بهذه الجرائم، لكن لن نعيش في خيالها وفي لا يمكن إطلاقا أن يدعو الإعلام إلى أن نظل داخل قيود الماضي دون أن ننظر إلى الحاضر. وليعلم كل مواطن أن الهدف الأساسي للإعلام أن الإعلام الوطني وليس الإعلام المغرض أو من الإعلام الذي يحاول أن يبرر ما يحدث الآن تحت مسميات عديدة. والإعلام الوطني هنا تشمل الخاص وتشمل إعلام الشعب، الإعلام التابع للدولة الذي نحن فيه، كله بقدر رسالته الوطنية. الإعلام الوطني بيعني أن كل صوت شريف، كل صوت حقيقي يحاول أن يبني هذا الوطن في هذه المرحلة الحرجة جدا التي تحاول من كل فرد مصري أن يكون له دور. ليس للطفل دور، للشاب دور، للمرأة دور، للرجل دور، للشيخ دور. عندما يكون هناك حلقات متصلة من التوافق الوطني، التوافق الاجتماعي، البناء الجديد لهذا الوطن، عندها تكون بالفعل هناك سيكولوجية درامية حقيقية على أرض الوطن. كل منا يجب أن يعلم أن
أجمل يوم في حياتنا لم يأتي بعد، لأن قبل الثورة ب24 ساعة لم يكن يأمل أحد أن يتنفس هذه الحرية. فبالتالي مفتاح الحرية أصبح منا من الله سبحانه وتعالى في أيدينا، فلنفتح به باب المستقبل. سقف الطموحات التي يعلو يوما بعد يوم من خلال كل وسائل الإعلام هو ده البادرة الحقيقية للتغيير الأصيل الذي يحدث على أرض الواقع. ولكن أن يكون هذا التغيير سلمي، لأن شعار الثورة ومبادئها وأهدافها كانت سلمية. صحيح. أن يكون الإعلام داعما ومؤيدا ومحفزا لكل الطاقات الإيجابية الهادفة لإنشاء وطن جديد، وطن بأيدي مصرية وليس وطن يمتلكه الآخرون، الوطن للجميع. تسمح لي يا دكتورة، يعني في لحظة نجد أن الساحة الإعلامية المصرية بكل هذا الزخم اللي حضرتك بتشيري إليه والضغط على الإعلام، يعني يقينا الحديث وبالتالي إنتاج الضغط من الإعلام ومحاولة توجيه الرأي العام، وده شيء حميد وشيء مقيت في نفس الوقت. نستطيع أن توجيه الرأي العام عندما يصبح إيجابيا فقط لأنه جميل. فقط لأنه يحاول أن يبني وطن، إنما صحيح. عندما يهدم وطن يحاول أن يعلي أن الطبقات الخارجة عن القانون هؤلاء من سيبنون الوطن، هذا إعلام سلبي. لكن اسمحي لي يا دكتورة، يعني نتفق على هذا يقينا، ولحضرتك أقريت به كأنه القاعدة الذهبية التي لابد أن نتحلى بها جميعا. لكن في واقع مشهد إعلامي مصري في لحظة نضج وطنية بالغة، هي بثورة شعبية خالصة، ربما هي ثورة ملهمة للدنيا بأسرها، وهذا ليس من أحاديث الشيفونية أو تقييم الذات تقييما عاليا، لكنها ثورة بلا قائد حقيقي، وثورة قائدها الشعب بمطالبه: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. هذا هو قائد الثورة. المشهد الإعلامي تداخلت فيه خيوط ثقافات قريبة لكنها بعيدة، ثقافات دول أخرى. بنشهد أن الواقع المصري هناك قنوات قد تخصصت في الشأن المصري تغطية ومتابعة بتفوق مادي رهيب، ربما لا تستطيع أن تجاريه ماديا قنوات مصرية خاصة أو عامة، وذلك مزايدة. من يعمل داخل هذه القنوات ذات الإمكانيات المادية الضخمة هي عقول مصرية، والعقول المصرية حتى وإن لم يكن لها الصدارة داخل هذا المشهد فإن لها بالفعل المحرك الأساسي. لكن فيلم حضرتك لا يخفى عليكي كإعلامية وليس فقط أكاديمية أن لكل مؤسسة سياسة تحريرية ضابطة تضبط السياق الأدائي الذي تؤدي من خلاله هذه المؤسسة. بمعنى أني لو كنت رجل أعمال ولي مصالح شرعية أو غير شرعية، حتى لو المصالح شرعية، المؤسسة الإعلامية لابد أن تتحلى في بند من بنود أدائها بحماية هذه المصالح. فما بالنا بدول أخرى لها ثقافة تتلاقى معنا في نقاط وتتباعد تماما في نقاط أخرى. الحل في منتهى البساطة: نرفع وعي المواطن المصري من خلال ارتفاع مستوى أداء الإعلام المصري الحقيقي. عندما يرتفع مستوى الأداء سوف تواجه هذه القنوات بكل ما يمكن أن يقال عنها سلبيا. فبالتالي التوجهات اللا إيجابية التي تحاول أن تجعلها هذه القنوات هي في صدارة الموقف سوف يتخلى عنها المواطن. الموضوع ببساطة: أنت في يدك ريموت كنترول. صحيح. وأنت مواطن لديك هو نظرية الإعلام الحديثة التي ربما لم تضبط بعد، لكن صحيح. وربما تغلق التلفزيون بالكامل. صحيح. وربما لا تشتري هذه الصحيفة، وربما تلجأ إلى وسائط شبكات المعلومات مثلا يعني أو غيره. طبعا عندما يكون هناك داء فهناك أكثر من دواء. جميل. فبالتالي لكل السماوات المفتوحة حقها في أن تلقي غزوا ثقافيا. لكن دكتورة، ما المغري في مصر وفي لحظة ثورتها الناضجة ليكون تقاطف الثمار صراعا ما بين، حتى ليست دولة واحدة من قصداتنا بقناة، فلم نجد قناة مثلا تخاطب فرنسا من دولة أخرى، لم نجد قناة تخاطب إنجلترا من دولة أخرى، لم نجد قناة تخاطب ألمانيا من دولة أخرى. لأن السؤال يعني الحقيقي هو بالمعنى، يعني اسمح لي أن أنا يعني ما الذي فينا يغري بنا؟ لا، ما الذي فينا لا يغري بنا، هو ده السؤال. يعني مصر قلب العالم، وطن عربي وغربي وافريقي اسيوي. مصر همزة الوصل جغرافيا. مصر ملتقى كل الثقافات، فنيا، سياسيا، اجتماعيا، علميا. العقول المصرية المبدعة في جميع المجالات، علمية وتكنولوجية وأدبية وثقافية وإنسانية، تصدر إلى العالم كله. موارد مصر: مياه، آبار،
مناجم، ثروات طبيعية، ثروات بشرية، كلها لدينا. ما الذي فينا لا يغري الآخرين بذلك؟ بالإضافة إلى أن لدينا صفات القائد العظيم، القائد الذي يجعل له دور مؤثرا على حدوده وخارج أطرافه. حضرتك لا ترين الحل في تقليص هذه الوسائل، وإنما في إفساح قدرة الإبداع في الوسائل الوطنية الأخرى، العقلية، وسائل الإعلام، العقلية العلمية العملية الناضجة المنتجة المؤثرة هي التي تستقي كل معلوماتها من عدة روافد. نحن لسنا في غرفة ضيقة مغلقة نربي فيها طفلا حديث العهد بالسياسة ولا الديمقراطية. نحن نتعامل مع فرد مصري، عقلية عظيمة جبارة مبدعة على أوسع نطاق تحركها العقل. عندما تصل العقل المشاهد فأنت لا تحتاج إطلاقا أن توجهه لا عاطفيا ولا نفسيا ولا دعائيا ولا بحرب مضادة، ولن تجعل هناك مجال للشائعات. لا تتصور على الإطلاق. دكتورة، يعني نتطلع للأداء الإعلامي الفعلي. يعني مثلا احنا بنتكلم عن المجتمع، نسبة الأمية الرقمية في حدود 40%، ما بين وهي أكثر بالنسبة للسيدات، وتصل إلى 65% لو أضفنا إليها الأمية الثقافية. لا ده ربما الأمية يعني الكتابة والقراءة. لو نظرنا إلى البند اللي فيه حوالي 7-8% اسمه ضعيف الإلمام بالقراءة والكتابة، اللي هو مجرد بيكتب اسمه، ده خرجناه من بند الأمية وهو أمي بالفعل ما بيعرفوش. لو تحدثنا عن شعب بهذا التكوين وجدنا أداء إعلامي منذ حوالي 10 سنوات تقريبا، لغى حاجة بسيطة المشاهد يمكن بعض المشاهدين يكونوا فاكرينها في التلفزيون المصري، كان اسمها مذيعة الربط. مذيعة بتطلع تكلم الناس تقول لهم ايه اللي جاي وايه اللي حاصل وايه اللي بيحصل، غير نشرة الأخبار. نشرة الأخبار بيفضل فيها نص، لكن لغينا مذيعة الربط واستعوضنا عنها كأنها أداء إعلامي، وده أداء إعلامي موجود في قنوات راقية جدا. إن لغوا مذيعة الربط فعلا مثال لحضرتك على إن إيه؟ ده احنا مش شايفين حقيقة المجتمع. إن أنا محتاج أبسط للناس إزاي يا دكتور؟ على الرغم يعني من عندي درجة نسبة أمية عالية إلا إن عندي بترفع على الناس. أنا بعوض ده بإن أنا بكتب لهم إنه قريبا سيعرض كذا، بعد ساعة سيعرض كذا. درجة الوعي الأعلى من درجة الأمية الفعلية على أرض الواقع طبعا. وبالنسبة للأداء الإعلامي، لما كانت هذه القنوات الخاصة العربية المغرضة في بدايات الثورة تم تكسيرها من قبل يعني الاعتداء. انا ضد مساله الاعتداء طبعا يقينا جميعا. يقينا، انا بتكلم على يعني اصل في اوجه كتير للاعتداء، لكن عدم الرغبه حتى في وجودها داخل المشهد السياسي المصري. احنا دلوقتي اعرضنا بنتكلم زي حضرتك ما قلتي ان المواطن حر في ان يتخذ قراره بريموت كنترول، بجهاز تحكم بسيط. القناه التي لا تتحدث عن وطنيتنا بننصرف عنها ونذهب للاخرى. البرنامج اللي من داخل مصر وبيحاول ان هو يشوه الثوره المصريه، او بيحاول في لحظه ما ان يعلو بطرف على طرف اخر، في هذه الحاله لابد ان نقف ضده، لان هو من يحرك العمليه الاعلاميه، نسبه المشاهده، نسبه الاعلانات، نسبه التوجيه السياسي. اذا افترضنا جدلا أن التوجيه السياسي في مرحلة ما يحاول أن يبتعد عن المشهد لإعطاء فرصة أكبر للمواطن لكي يحكم على هذا المشهد وحتى لا يكون طرفا أصيلا في خلاله، يبقى لدينا الطرفين الآخرين، نسبة المشاهدة ونسبة الإعلانات. فبالتالي المواطن من يتحكم في هذه النسب. لا يمكن للقناة شريفة أن تظل بدون روافد مالية وبدون روافد معنوية. الروافد المالية ممكن أن تكون تمويل مغرض في وقت ما، ولكن هذا التمويل لابد له أن ينتهي، هذه سنة الحياة. أن يكون له نسبة مشاهدة عالية ده من خلال حكم المشاهد عليه. المشاهد لا يمكن إطلاقا أن هو يتوجه، أصل هي مش مسألة غسيل مخ ولا مسألة تغييب وعي، لكنها قد تصل إلى ذلك، إنما ليس هذا هو غاية الإعلامي، لكن قد يصل بذلك، ودي أدوات الإعلام. الحرب النفسية صحيح. أو الدعاية المضادة أو دوائر الشائعات والمسألة الرصاصة القاتلة. وده علم، ده علم مستقل يعني. طبعا هو بيتجه ناحية التخصص المخابراتي أو العسكري، لكنه علم من علوم الإعلام الثابت. فن الإقناع والتأثير في الرأي العام بيعتمد على نظرية أساسية اللي هي نظرية الرصاصة القاتلة أو نظرية دوامة الصمت، من خلال تكرار إذاعة بعض الرسائل، يعني اللي احنا بنسميها كده على أرض الواقع ضيوف معينين بينتقلوا من قناة إلى أخرى في توقيت محدد في دائرة محددة، لنستطيع أن احنا نوع من محاصرة المشاهد ولهم قدرات. صحيح. بيبقى لهم طبعا مواصفات خاصة. صحيح. بيعملوا الهدف من خلال تواجدهم المستمر في نطاق وقت معين أن يكون نوع من حصار المشاهد لتوصيل رسالة معينة
لنتخطى مرحلة وعي المشاهد إلى مرحلة اللاوعي الباطن، فبالتالي يكون هناك نوع من الإيمان العميق، ربما هو لا يصل إلى درجة التفكير المنطقي في بعض الأوقات، لكنه يدفعه إلى التحرك برد فعل غير سلمي أو بنوع من المباغتة الفكرية لفصيل معين أو ضد فصيل معين، فنحاول أن يحدث نوع من الشحن العاطفي أو نوع من الحرب النفسية تجاه فكرة معينة تستطيع من خلالها وسائل الإعلام أن تبني أفكارها لكي تتغير الصورة السياسية أو لكي يتغير المشهد الاجتماعي. ومن أسوأ ما يمكن أن يؤدي إليه هذا الغرض إثارة الفتن، تفكيك الوطن، تقليب فئة على فئة أخرى أو ديانة على ديانة أخرى، أو نوع من الحرب ما بين طبقة اجتماعية على طبقات أخرى. فبالتالي مسألة ثورة الجياع، مسألة الحروب الموجهة ضد بعض المؤسسات والمنشآت العسكرية أو المنشآت المدنية أو المنشآت الحيوية ذات الصلة بحياة المواطن المصري. وأكثر ما لمسناه في الآونة الأخيرة يمكن تكفير فئات معارضة لمجرد أنها معارضة، الوصول بها إلى حد التكفير ومن ضيوف يحسبوا على باب الدعاء. وفي المقابل أيضا ربما نجد يعني قضية كانت سابقة على ذلك، الشق الوطني ما بين المسلم والمسيحي. الوطن ليس ملكا لأحد، الرأي ليس حكرا على طرف، الدين ويعني 100 خط أحمر، الدين والدم. وما أقدس الدين في مصر ذاك الشعب الذي يقدس الدين من لحظة أن أراد الله أن تنشأ مصر. الدين والدم يعني اتنين من يعني مش عاوز أقول لحضرتك أقصى ما يمكن أن يمسوا. دكتورة، الصحفي على أرض الواقع دكتورة، يعني في اطار الحديث عن دين، في اطار الحديث عن عقائد مجتمع وثقافه مجتمع وعن نظام يعني يسعى في اي عصر وفي اي دوله النظام يحاول ان يوصل وجهه نظره. وبالتالي الصحفي، وهنا الصحفي سواء مذيع في التلفزيون او مراسل للتلفزيون او كاتب في صحيفه او حتى على وسيط الكتروني موثق، اولا عشان يقدر يوصل المصاعب اللي بيمر بيها دكتور تصل لحد فقد الحياه زي حضرتك ما اشرتي من اللحظات. يمكن نذكر الحسيني ابو ضيف رحمه الله، يعني انسان شريف كريم نعتز به جميعا، وكثيرين غيره طبعا، يعني ان على الاقل اخر الفكره ان يعني اولا هو ضحيه في كل يعني بدايه من يوم ما امتهن مهنه الصحافه. وانا كان ليا يعني دراسه عن حريه الصحافه في الوطن العربي، وعملت مقارنه ما بين مصر وليبيا ولبنان والكويت، اقلهم راتبا المصري من ناحيه الدخل، أقلهم معاملة إنسانية في داخل مؤسسته هو المصري، أكثرهم تعرضا للمخاطر وللمهالك وربما لفقد أجزاء من يعني من أطرافه أو أجزاء من حياته. أجزاء من حياته دي معناها أن هو ربما يحدث له اكتئاب، لا يستطيع أن يتواصل اجتماعيا، لا يستطيع أن يبني حتى حياة اجتماعية أساسية لنفسه، لما يتعرض له من ضغوط نفسية وضغوط اجتماعية وضغوط مالية وضغوط سياسية. فبالتالي أنا بعتبره أنه هو جندي من أجناد الوطن، لأن عندما يحفظ الشرطي أمن الشارع المصري، عندما يحفظ الجيش أمن الوطن القومي ككل، فإن الصحفي يحاول أن يحافظ على أمن المواطن المصري اجتماعيا وسياسيا. من ينقل له الحقيقة هو الصحفي، من يصل إلى يعني حتى في سواء صحفي تلفزيوني زينا أو صحفي بيكتب. نستأذنك دكتورة، معنا اتصال هاتفي من الأردن، مشاهدنا الكريم أستاذ عصام. أهلا بحضرتك يا أستاذ عصام. أهلا بيك. أهلا أستاذ عصام، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أستاذ عصام. يعني هناخد من وقتك بس اثنين بس سمحت. يا ريت نرفع الصوت قليلا اخد من وقتك بس دقيقتين اثنين. اتفضل. الله يزيد فضلك. بالنسبه للاحداث بس اللي جاريه في مصر، والله ان احنا حزانين وزعلانين عن اللي بيحصل دوت. وبعدين يعني انا بكلمك من كل قلبي، والله ان انا صراحه ضد الاخوان المسلمين، بس اللي بيحصل في بورسعيد وفي الاسماعيليه ده لا، مش ضد الحب. دول ناس مساكين واتحكم عليهم يا باشا، والقانون اخذ مجراه. يبقى مش لازم الناس تروح تيجي مع السجن وتطلع المساجين. اللي بتقوله حضرتك سليم اذا كان ده الحقيقه. صحيح. مش كل واحد هينسجن ابن عمه ولا اخوه ولا قريبه في سجن من سبب قضيه ما، يروح يهجم الناس، يضربوا الناس الابرياء بالنار ويطلعوهم من السجن. يبقى ما بقتش دوله كده، يبقى بقت كل واحد بقى الاوعى ياكل الضعيف، وما عادش في حاجه اسمها قانون
والدوله من غير امن ما أستاذ تبقاش عصام، حاجة. الحكم القضائي له أوجه لوجوه الطعن، وربما الطعن يؤدي لنتيجة معاكسة، ربما يكون البراءة. يعني مظبوط كلامك صح. دور الإعلام حضرتك شايفه إزاي؟ حضرتك مصري مقيم في الأردن صحيح؟ انا صراحه متابع القنوات المصريه، يعني انا امبارح من ضمن سمعت برنامج على قناه الان تي في، والله جايبين واحد يا باشا والله العظيم قاعد يقوم في مشاعر الناس، وفي ناس غلابه يعني ما بتسمع الكلام من اللي بيجيبوه على التلفزيون ده وهو مش فاهم اي حاجه، بيحطوه عشان بس طبعا احنا لا نريد ذكر اسامي لقنوات، وهي قناه الأون تي في قناه محترمه نعتز بها وبمهنيتها، وربما يكون لكل ضيف حريه التعبير التي يعبر بها. مظبوط بس برضه عايز من الاعلام ايه يا استاذ عصام؟ نعم، عايز من الاعلام ايه؟ عاوز من الاعلام الناس اللي استضافوه، القناه اللي تستضاف واحد يكون ياخد على قد المسؤوليه، يعرف يوصل معلومه صح للمشاهدين، مش يوصل معلومه تقوم مشاعر الناس ويفتنوا بين الشرطه وبين الشعب. ده كلام مش مظبوط ومش صحيح. لازم يحصل. صحيح. يعني انت ازاي؟ يعني انا بصراحه زعلان على الناس اللي ماتت، الضباط، مش زعلان على اللي ماتوا يا استاذ عصام، المهم من ان يقول الحق. أن يقول الحق. يعني احنا لا نتحزب لطرف على حساب طرف، وندرك انه لا يعيش مجتمع من غير امن ولا من غير شرطه، لا يعيش مجتمع. اقول لك حاجه صغيره بس معلش، انا زعلان صراحه لما تسال ضميري، انا مش زعلان على الناس اللي ماتوا، اللي ماتوا من الشعب اللي بتاع بورسعيد، قد ما انا زعلان على الضباط اللي ماتوا، لان ده ضابط حارس، انا حارس على مسجون. لا يا فندم، كل الروح سواء. يعني اسمح لي اختلف مع حضرتك هنا، كل الروح سواء، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدرك قدر تقوى هذه الروح. مظبوط. انا ضابط واقف على سجن، انا ضابط واقف على سجن ولا عسكري، تيجي تقتلني عشان تطلع قريبك؟ تيجي تقتلني؟ سامح لنا الصوت غير واضح، انا اسف، يعني انا مش متبين حديث حضرتك، لكن احنا بنحييك يا استاذ عصام وسعداء بهذه المشاركه، وننشد ما تنشد ان يكون الاعلام اعلام يقر قيمه العدل وقيمه العداله، ويا رب المجتمعات بكل مؤسساتها والمجتمعات بكل شخوصها تدرك هذا القدر، والمجتمعات تدرك والساسه يدركون، لكن الاقرار بهذه الحقيقه يحتاج لدفع تشريعي ربما، ولدفع اجتماعي من خلال تنشئة اجتماعية تقرر قيمة العدل فينا. لكن واقعة الإشارة إلى أي قناة، كل القنوات محترمة ونقدرها ومهنية إلى أن يثبت في أي برنامج أو غيره عكس ذلك، ليس من حقنا شيء غير أن نحول المؤشر ونحول جهاز التحكم عن هذه القناة لتدرك انصراف المشاهد عنها. لكن فيما حدث وذكرت قناة أقدم لها إقرار واحترام شديد، شأنها شأن كل الإعلام الوطني المصري. دكتورة، فعلا ربما هو ده إثارة الفتن، المشكلة ان في يعني، لكن ايه المساحة او الشعرة ما بين ان اقول الحق والا افسر؟ لان كل طرف، يعني مثلا لو بنتكلم عن كلمة اغضبت النظام بيقول او يقر في هذه اللحظة انك تهاجمني، مع ان الكلمة حق، لكن قولة الحق مصونة. تمام. الكلمة اغضبت تيار شعبي معارض مثلا، لكن هي كلمة حق. أين يقف الإعلامي وهو ملام من كل الأطراف؟ المهنية الإعلامية تتطلب أن نلم بكل أطراف الحقيقة. جميل. يعني عندما تنظر إلى نصف الكوب الفارغ سوف ترى الصورة قاتمة جدا، عندما تنظر إلى الجزء المملوء فقط سوف تجدها مفرحة جدا. فبالتالي عندما تنقل نصف الحقيقة فربما تكون هذه غير الحقيقة تماما. وهناك بعض الصور الكاريكاتيرية التي تظهر هذا الدور الإعلامي المشوه بأنه يعني عندما يكون في قاتل ويجري وراء ضحيته، القاتل معه أداة يجري وراء الضحية، دي الصورة الكاملة. لو أنا أخدت كادر صغير من الجزء المشهد ده، هاخد قدم الضحية وربما تكون الحذاء مدبب، فأصبح كأنه هذه هي الآلة الحادة، وأصبح الجاني الأداة الحادة أغلقت بره الكادر خالص، فأصبح هو المسالم، تحول الجاني إلى مجني عليه. هذه هي الصورة الإعلامية المشوهة. يجب أن تنقل الحقيقة كاملة، أنصاف الحقائق تؤدي إلى كوارث. صحيح يا دكتور. فبالتالي صحيح. عندما كأننا نقول ولا تقربوا الصلاة. بالفعل. صحيح. وهذا كما هو في شرع الله
أمر ربما يودي بالإيمان إلى خانة الكفر، كما هو في خانة خدمة الأوطان يودي بها بدلا من صالح عام إلى تهلكة حقيقية. والحق أحق أن يتبع. صدقت يا دكتور. ولا يمكن، إذا كانت دولة الفساد ساعة فدولة العدل إلى يوم الساعة بإذن الله. فبالتالي الإعلام يجب أن يكون أداة من أدوات إرساء العدل على أرض الواقع، أن يكون أداة لكي يتم إعادة بناء انتماء لأجيال لا تعرف معنى الانتماء على أرض الواقع، هي تعرف المصالح الشخصية، تعرف من ينفعني أو ما تحت مسمى المصلحة. فبالتالي عندما تعلو هذه الكلمة إلى النخبة السياسية التي تحاول حاليا بناء وطن جديد بعد كل هذا الفساد السياسي وبعد كل هذا الفساد الاقتصادي، عندما تعلو هذه الكلمة فلا يجب أن يكون الإعلام طرفا في هذا الصراع. هذا الصراع يعني أن يهدم الوطن، لأن الإعلام عندما يفقد قيمته ويتبع مصلحته، في هذه الحالة سوف تنتقل هذه الرؤية من الشاشات ومن الصحف إلى المواقع التواصل الاجتماعي، لأن الرؤية الاستراتيجية للشائعة معناها أن هناك بذرة صغيرة للحقيقة. عندما تخرج هذه البذرة إلى عدة أطراف، كل طرف يلونها بلونه، فبالتالي سوف يخرج في النهاية مخلوق مشوه لا يتبع إطلاقا بأي طرف من الأطراف الحقيقة الأصيلة التي يجب أن تكون متلازمة مع كل كلمة إعلامية في هذا الوطن. الصراع الأساسي يعني أن يكون الإعلام بمنتهى التحمل، بمعنى عندما أكون متحملا لكل ضغط حتى لو أدى إلى فصل الإعلامي من مؤسسته إلى أنه يحترم ذاته وسيجد مؤسسات أخرى يعمل بها. السماوات المفتوحة حاليا أصبح هناك البدائل كثيرة جدا، لكن أن يتحول إلى فرد تابع، يعني المثال حتى مهين للإعلام. صحيح. يعني احنا يكون يعني عروسة ماريونيت بيتحرك بالخيوط. صحيح. ويحرك الأوطان. يعني احنا بنشكر الدكتورة أسماء الجيوشي، مدرس الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، ووجه امرأة مصرية، شابة مصرية حقيقية، يعني تعبر عن لحظة أداء للإعلام المصري من خلال هذه اللحظة التي نتلاقى حولها. ونؤكد أن الضغط الذي يتعرض له الإعلام هو ضغط ناشئ عن ضغط مجتمع كله يبني مصر الجديدة، ومن حق الإعلام أن يتحمل، ومن واجبه أن يتحمل هذا الضغط ليبني وطنا. خالص الشكر للدكتورة أسماء الجيوشي، ولكم أعزائي المزيد من السعي دائما نتفق عليه لنحصل على إجابة صحيحة أو جواب نهائي يبنى على السؤال الصحيح. دامت مصر في عزة، ونتعاطف ونقف حدادا جميعا على شهداء مصر في الأيام التي نحن فيها الآن في ظاهرة جديدة من ظواهر الثورة. نتمنى أن تحفظ السلمية ويحفظ الله السلمية لهذا الوطن، وينضج مصر الجديدة على الخير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.